قناة الفوائد الفلبينية. انتقال هذا الفيروس أيها المؤمنون بين الناس ليس انتقالا سهلا، لم يكتشف له إلى اليوم لقاح أو علاج مخصص له، لكن الأطباء يتعاملون معه تعاملا عاما، يعطونه ما يتعلق بأمراض التنفس العامة، يعطونهم المضادات والأكسجين وما شابه ذلك مما يتعامل مع أمراض التنفس عامة. والإنسان لأجل أن يتقيه ينبغي كما ذكرنا في الطب الوقائي في السنة النبوية ينبغي أن يعتني بأمور، من ذلك أن يحرص المرء أن يغسل يديه دائما إما بالماء والصابون أو بالمعقمات، خاصة إذا رجع من خارج بيته، فهو في المسجد سلم على أشخاص، ربما في المستشفى صافح أشخاصا، لمس أشياء من أدراج ومكاتب وسيارة ونحو ذلك، ربما أصاب يده أشياء لا يعلم عنها. وغسل اليد أصلا هو قد جاء في الشريعة من بركة الطعام الوضوء قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عدد من الشراح قالوا الوضوء بمعنى وضوء اليد وهو غسل اليد قبل الطعام. فالإنسان إذا حرص على النظافة عموما إما بغسل يديه دائما قبل طعامه وبعد طعامه، عند دخوله إلى البيت، عند ذهابه إلى أي مكان يزور أحدا، يحرص على أن ينظف يديه أو أن يستعمل المعقمات الموجودة. يا جماعة رأيت بعض الناس يغسل يديه قبل الطعام أكثر من 30 مرة حتى أصيب والله. وقد سألته لما رأيت يديه فيها نوع من التآكل في اللحم، وسألته قلت ما هذا، ما الذي أصابك؟ قال أنا حريص وأخاف من الأمراض. هذا قبل كورونا، فما بالك ماذا سيحصل به بعدما انتشر المرض؟ يغسل يديه أكثر من 30، وسوسة، مرض. فأنت أيضا عندما نقول نحن اغسل يديك لا يعني أن تغسل يديك 40 مرة، اغسلها كما تغسلها عادة من تنظيفها. إذا كان هناك معقم معك في سيارتك أو ما شابه ذلك فاستعملته فلا بأس عليك في هذا. الأمر الثاني مبالغة بعض الناس في اتقاء المرض، تصيبهم بالرعب وتصيب الآخرين بالرعب. ذهبت إلى المطار قبل أمس وإذا أعداد كبيرة من الناس يلبسون الكمامات، أخرجوا إلى السوق وإذا أعداد تلبس الكمامات، وإذا ربما بعض من يعملون في المطار يلبسون الكمامات. ثم إذا نظرت في كلام الأطباء المتخصصين في انتقال المرض، وإذا هو لا ينتقل بالهواء العادي أصلا، ينتقل إذا كان هناك شخص مصاب ووقف أمامك وعطس أو سعل سعال، فإذا كان قد عطس أمامك أو سعل فأخرج الهواء دفعة واحدة من رئته، ثم إنك أنت استنشقته وكنت قريبا منه، عندها تصاب بالمرض. لكن لو كنت بعيدا قليلا فالمرض ثقيل يقع على الأرض، فيروساته لا تطير وتدخل في الأنوف، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. إضافة أيها المسلمون إلى أن المرء ينبغي أن يدعو الله تعالى دائما أن يكفيه شر الأمراض. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في صباحه ومسائه أسألك العفو والعافية. ادعو الله أن يحميك، أن يحمي ذريتك، ادعو الله جل وعلا أن يكون معك في حال مرضك وفي حال شفائك، لعل الله جل وعلا أن يكفيك هذا. ما انتشر أيها المسلمون من علاجات في بعض الرسائل، كمن يقول ضع كذا من الثوم وضع كذا، اخلط معه كذا من العسل ونحو هذا. هذه في العموم يقول الأطباء إنها مضادات طبيعية حيوية عامة. يعني مثلا استعمال الثوم، استعمال العسل، استعمال عدد مما ثبت طبيا أنه مضاد حيوي عام، أنه يقوي الجسد في العموم، هذا لا بأس به. لكن أن يخصص ويقال إن هذه الخلطة تفيد في هذا الفيروس، فلا ينبغي للإنسان أن يطير مع أي شيء. بعض هذه الخلطات يا جماعة تتحول إلى ضرر بالجسم، عندما يخلط الثوم بالعسل ويخلط أشياء معينة ويبدأ يضعها ربما في الشمس وقتا معينا، ويبدأ الإنسان يرسلها الرسائل انتبه لا تنفذ أي شيء. أيضا ليس كل رسالة ترسل إليك معناه أنك تنفذ ما يذكر فيها، وكما ذكرنا الإنسان ينبغي أن لا يقتله الوهم في ذلك.